السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هوضح إزاي ممكن نحول الصورة من الشكل ده للشكل ده. وأنا دايما بقول حاول تفهم الصورة بتتكون من إيه بالظبط، وأنت عايز توصل إيه قبل ما تبدأ تشتغل عليها. بمعنى إن إحنا عندنا الصورة دي إيه الفرق بينها وبين الصورة دي، يعني إيه اللي حصل خلى الصورة بالشكل ده. هنلاحظ إن الخلفية بتاعة الصورة هي نفس الخلفية الموجودة في الشاشة، بل مش هي مكملة ليها. بمعنى إن هي عبارة عن صورة كبيرة وفي جزء منها ظاهر في الشاشة. علشان نعمل الكلام ده محتاجين إيه بالضبط؟ محتاجين إن إحنا نفصل الشاشة عن الخلفية، بحيث إن إحنا نقدر نغيّر الخلفية دي ونحطها الخلفية اللي إحنا عايزينها، وفي نفس الوقت ناخد الشاشة اللي جوّه، اللي هو الشكل ده، بحيث إن إحنا نقدر نغيّره بالخلفية اللي إحنا حطيناها في الbackground هنا. طيب هنعمل الكلام ده إزاي؟ آدي عندنا صورة الشاشة، وآدي الصورة اللي إحنا محتاجين نحطها في الbackground. هناخد الصورة دي Ctrl A عشان نحددها كلها، وبعد كده Ctrl C، أو ممكن نسحبها، أو ممكن ناخدها copy، في أكتر من طريقة. وهنبدأ إن إحنا نخليها في الخلفية. في الأول إحنا عايزين نعرف إيه هي أبعاد الخلفية بتاعتنا، اللي هو الجزء اللي ورا بعيدا عن المكتب دوت. فإحنا نبدأ إن إحنا نحدد المكتب. ممكن بكل بساطة نحدده عن طريق الشكل ده، ونكون معلمين على اللاير اللي إحنا محتاجين ناخد الشكل منها، ونبدأ إن إحنا ناخده copy علشان نحط الصورة وراه بالشكل ده. تمام، بس إحنا لسه محتاجين برضه ناخد شكل الشاشة، وعشان برضه الخلفية هتكون ورا الشاشة، فهنيجي برضه على نفس اللاير بتاعة الشاشة، ونبدأ إن إحنا نحددها من هنا. في طبعًا طرق كتير للتحديد، بس بما إن هي واخدة شكل مربع جاهز، فدي يعتبر أسهل طريقة ممكن إن إحنا نجيب بيها. وإحنا محددين من قبل ما أسيب الماوس نقدر إن إحنا نتحكم في الشكل. يعني مثلًا لو فضلت دايس على المسطرة أقدر إن أنا أحرك الشكل بحيث إن أنا أضبطه. لو مثلًا عملت بالشكل ده ومحتاج إن أنا أضبط الأبعاد من هنا بس بايظة من الناحية التانية، بكل بساطة بادوس على المسطرة وبابدأ إن أنا أحركه، وبعد كده باضبط الشكل تاني، وليكن بالشكل ده. ونبدأ برضه إن إحنا ناخد copy للlayer دي. بس كده هيكون برضه لسه عندنا الجزء الخاص بالشاشة اللي هنا، فهناخده في جزء لوحده، أو ممكن ناخده مع الشاشة نفسها، ما فيش مشكلة. طبعًا مش هاكون أدق حاجة بنفس الأداة، لإن هي فيها curve شوية كده، فإحنا ممكن نحددها بالpen tool بالطريقة دي. إحنا مش هيفرق معانا الجزء اللي تحت، لإن كده الbackground وصل لحد المكتب هنا. وليكن بالشكل ده، وبعد كده نعمل mix selection، وبأي أداة selection ونروح عاملين copy للlayer دي، ونبدأ نحط الbackground وراها بالشكل ده. دلوقتي إحنا حطينا الbackground ورا الشاشة، إحنا محتاجين نحطها زي ما هي جوه الشاشة، فإحنا هناخد copy ليها بنفس المكان ونفس الأبعاد بتاعتها، بحيث إن إحنا نقدر نحطها في نفس المكان تاني. وهنيجي على الlayer الأساسية بتاعة الشاشة، وهنبدأ ناخد الجزء اللي جوه بس الخاص بالشاشة نفسها، مش هناخد الشاشة كلها، اللي هو الخاص بالscreen. هيكون بالشكل ده، وهنعمل copy برضه للlayer، ونعمل clipping mask للشاشة. هي طبعًا مش هتكون ظاهرة معانا لإن إحنا عندنا هنا layer من فوق إحنا حاطينها بتاعة الشاشة كلها، فممكن نرفع الاتنين layer دول فوق بالشكل ده، هتبان معانا. كده هنلاحظ إن هي عبارة عن صورة كاملة داخلة جوه الشاشة، مش عبارة عن إن هما صورتين مختلفين. عشان نبدأ نوضح الشكل بتاع الشاشة من جوه ونخفيه من بره، هنيجي عند الlayer اللي هي بتاعة الbackground الصورة اللي ورا، ونبدأ إن إحنا نعمل brightness، ونقلل الحدة بتاعتها شوية، ونعمل لها clipping mask بحيث إن هي
تأثّر على الخلفية بس. ممكن كحركة إضافية نعمل واحدة تاني brightness ونقلل الbrightness ونحطها تحت الlayer بتاعة المكتب ونعكس الماسك بحيث إن إحنا بس نلون الجزء اللي إحنا محتاجينه، اللي هو بالفرشة الناعمة اللي هو الجزء اللي من تحت ده بالشكل ده. ممكن نخلّي الlayer دي من تحت خالص بحيث إن هي ما تأثّرش على أي layer من الباقية، وهو ده الشكل النهائي. وتقدر طبعًا تضبّط الإضاءة وحدة الألوان بتاعة التصميم زي ما تحب أو زي ما تلاحظ إن هي مناسبة.